بكره الجمعه ان شاء الله واول ايام ذي الحجه في دقيقتين ثلاثه هقول لك على شويه اعمال تعملوها عشان نفوز بالايام دي ان شاء الله. اهم حاجه تركز معايا وتصلي على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام. انت عارف ان الايام دي في علماء قالوا ان هي افضل من رمضان؟ والله العظيم. جابوا الكلام ده منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. يعني اي عمل تعمله في الايام دي احسن من نفس العمل في ايام تانية حتى لو كان في رمضان. الاعمال ايه سريعا كده؟ اول حاجه الصلاه، لازم تصلي ال5 صلوات في مواعيدهم وفي المسجد. ولو انت بتشتغل في شركه الظهر والعصر ممكن تصليهم جماعه مع اي حد في الشركه، مفيش مشكله. في المسجد عندك في الشركه لو عندك مسجد في الشركه او في المكتب حتى مع واحد او اتنين تصلوا جماعه مع بعض. واما المراه الواحده الست تصلي في بيتها، فالافضل للمراه ان هي تصلي في بيتها افضل من المسجد. وبرده الوقت في وقته، اول ما يجي ياذن اخرك ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه بالكثير او ما تاخريش اكتر من كده. لما سالوا النبي ايه افضل الاعمال يا رسول الله؟ قال الصلاه على وقتها، يعني اول الوقت. ثاني حاجه مهمه جدا انك انت تصلي السنن بتاعه الصلوات، هم 12 ركعه. قبل الفجر في ركعتين، وبعد الظهر في ركعتين، وقبل الظهر في 4 ركعات سنه، وبعد العصر ما فيش، وقبل العصر ما فيش، بعد المغرب في 2، بعد العشاء في 2. لو جمعتهم هتلاقيهم 12. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا اللي يصلي ال 12 ركعه دول كل يوم يتبني له بيت في الجنه. فانت محتاج كام بيت؟ كتير. ثاني حاجه مهمه انك انت تختم القران في الايام دي، يعني كل يوم بمعدل 3 اجزاء ونص 4 اجزاء. لو قدرت، ما قدرتش جزئين، ما قدرتش يبقى جزء، ما تقلش عن جزء، الله يكرمك. فانت تجيب اخرك في الايام دي، وبعد كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تصدق كل يوم حتى لو ب5 جنيه وانت رايح الشغل وانت جاي من الشغل، واحده قاعده غلبانه في الشارع اديها 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه. فما لا يدرك كله لا يترك كله، اللي تعرف تعمله اعمله على قد ما تقدر. الحاجه المهمه تاني انك انت تصلي قيام ليل، حتى لو هيبقى ركعتين قيام ليل وركعه وتر في الاخر. ده لو انت يعني مش هتصلي خالص، لكن لو هتصلي زي رمضان يبقى 100 100. مش حافظ اقرا بجزء عام عادي، الصلاه صحيحه. مش حافظ وعاوز تقرا باكتر من جزء عامه، امسك المصحف واقرا منه او الموبايل. وقيام الليل مش لازم يكون قبل الفجر، وانما بعد صلاه العشاء بيبدا قيام الليل لحد الفجر ما ياذن. ده كل وقت تصلي فيه اللي انت عايزه. الحاجه المهمه اللي بعد كده جدا انك انت تبر ابوك وامك. لو هم ميتين ادعي لهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم، وان شاء الله تؤجر على ذلك. لو هم عايشين ما تسيبهمش حتى لو بتليفون، كل يوم تطمن عليهم وتسلم عليهم. والكلام ده مش بس في الايام دي، وانما طول السنه على فكره. بر الاب والام طول حياتك لحد ما تموت. ولو غلطوا فيك ولا حصل حاجه عادي يا عم، فوت يا عم، ايه المشكله؟ ابوك وامك يعني دول خط احمر. مش واحد صاحبك قاعد في الشارع هتتخانق معاه وتفض السيره اللي بينك وبينه طول عمره ما يخاطب لسانك ومش هخش لك بيت. لا، ما ينفعش. ابوك وامك لازم تروح لهم ولازم تكلمهم، ولو هم اللي غلطانين فانت لازم تبوس راسهم وايديهم. عاوز تقول في الايام دي اذكار الصباح والمساء، وانا عارف ان انت بتقول لهم على طول، ولكن في الايام دي حاول ما تسيبهمش خالص لو انت كنت بتسيبهم قبل كده وكنت بتنساهم. ويا سلام بقى لو قالك ورد معين كده، سبحان الله وبحمده كل يوم 100 مره، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال عليهم. تستغفر ربنا كتير بقى 70 100 200 300، تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كتير. امسك سبحتك وانت رايح الشغل وانت جاي من الشغل من غير ما حد يشوفك وتقعد ترائي بيها، انما استرها كده واذكر ربنا وصلي على النبي واستغفر كتير وسبح واحمد وكبر. من الاعمال الجميله جدا بقى في الايام دي انك انت تصوم ال9 ايام. احنا بنقول الصيام ال10 تغليبا يعني، لكن يوم العاشر اللي هو يوم العيد يحرم الصيام فيه، ولا فرض ولا سنه. يضحكوا عليك ويقولوا بس النبي ما كانش بيصوم الايام دي. يقول لهم العبوا غيرها. لسه قايل لك الحديث: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، ومن الاعمال الصالحه الصيام، بل هو من افضل الاعمال الصالحه. فصوم على قد ما تقدر في الايام دي، اوعى تفوت يوم عرفه، وسيبك من المخذلين المثبطين اللي عاوزين يضيعونا دول. كذلك من الاعمال الجميله جدا الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن. ما ينفعش واحد يتخلى عن الدعاء كل يوم بينه وبين ربنا. هتقول لي بس انا دعيت كتير يا عم شيف وربنا ما بيستجيبش. هقول لك ربنا بيستجيب، وهقول لك الرد على الكلام ده بس في فيديو جاي ان شاء الله. فرح قلبك جدا. المهم انك انت تدعي دلوقتي حتى لو ربنا من وجهه نظرك ما استجابش ليك. فالدعاء نفسه ده عباده. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. يعني انت بترفع ايدك وتقول لي يا رب ارزقني، يا رب اشفيني، يا رب اغفر لي، فانت كده كانك بتعبد ربنا، كانك بتصلي بالظبط، فتاخد حسنات حتى وان لم يستجب الله عز وجل لك من وجهه نظرك. اخر حاجه واحسن حاجه تعملها في الاعمال دي انك انت اعمل اي عمل شايفه نافع. واحد محتاج مساعده ساعده، وماشي في الطريق لقيت فيه ازازه شيلها، لقيت فيه قشره موزه شيلها عشان ما حدش يتزحلق. قول كلمه طيبه لاي حد، ضحك الناس، ما تدخلش عليهم الغضب والقرف، وانما دخل عليهم السرور. من احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا. اي معروف، اي حاجه شايفها كويسه وحلوه ونافعه للناس اعملها على طول، يمكن دي اللي تكون سبب في دخولك الجنه. اخر حاجه مهمه جدا انك انت تعمل شير دلوقتي للفيديو ده عشان غيرك يعمل باللي فيه، فيكون في ميزان حسناتك كانك عملت العمل ده مرتين. فالدال على الخير كفعله. ويا ريت بقى تدعي لي دعوه حلوه تحت في التعليقات كده، اخوك شريف عبد الله. وما تنساش تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.